Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien. جيتكم اليوم بهذه الوصفة الراقية اللي كنا نعتمدوها زمان، واللي هي صابلي المعجون بمقادير جد بسيطة وسهلة. نجيو هنا مع بعضنا للمقادير. عندي 250 جرام زبدة، أنا استعملت لابيل، وعندي حبة بيض كاملة، وعندي 2 ملاعق كبار سكر جلاس، وعندي ملعقة كبيرة ونصف نشا ولافاني وقرصة ملح وخميرة الحلوى. نجيو مع بعض هنا في الريسيبيون. حطيت الزبدة وضفت عليها حبة بيض كاملة، كاين اللي يستعمل بياض بيضة كاملة وصفر بيضة، أنا استعملت بيضة كاملة ورشة ملح ولافاني، ونضربهم بيان بالباتور. ومن بعد نضيف لهم سكر جلاس ونزيد نضربهم بيان بالباتور. البنات هنا انا ما صورت لكمش الصابلي تاعي، ديما نزيد فيه 2 ملاعق كبار زيت، ندير الزبده ونضيف الزيت. هنا ما صورت لكمش، سمحوا لي. دائما اي صابلي نستعملو ندير زبده وزيت. بعد ما ضربت الزبده والسكر والبيض واللافاني والقرصه تاع الملح، ضفت النشا ونواصل الخفق حتى تولي لي كريمه. ومن بعد نجي نغربل لافارين تاعي، ندير حوالي 2 ملاعق اولا نغربلها، ومن بعد نضيف ملعقه صغيره تاع قهوه خميره الحلوى نواره. كاين اللي يدير باكي، انا ندير غير ملعقه صغيره تاع قهوه باش ما يديفورماليش الصابلي تاعي. مام الخميره نفوتها في الصفايه باش ما تخليليش هذوك لي كريمو في لاباط. ونزيد نكمل نضيف لافارين حتى تطملي العجينه. هنا ما نكملش بالباتور، هنا غير نلم بيدي. شوفوا كيف راني نلم فيها، وما تعجنوهاش، غير حاولوا تلموا لاباط برك، ما تخليوهاش تتلاصق، تجي عجينه متماسكه. كيما راكم تشوفوا هنا العجينه تاعي لميتها، ها هي ليك بهذا القوام. نقدر نتحكم فيها وما تجيش ميم طون يابسه. ومن بعد على طاوله العمل هنا احسن ما ترشوا الطاوله وتحلوا عليها، جيبوا طوال سيري ولا بابي فين وتحلوا عليه باش ما يديفورمالكمش الصابلي، وتقدروا تتحكموا فيه كي تطبعوه. هنا حليته بسمك 1 سنتيم، انا ما نحبش الصابلي رقيق بزاف وما نحبوش خشين بزاف، يجي موايا. هنا شوفوا لي سطح الصابلي كيفاش يجي املس، ما يجيش فيه تشققات ولا. ومن بعد انا خيرت هذا الطابع اللي فيه هذا القلب في النص. الطبقه التحتانيه نديرها سامبل، والطبقه الدوزيام اللي تجي من الفوق ندير فيها قلب في النص كيما راكم تشوفوا. ونواصل نكمل نطبع لاباط تاعي كامل حبه بحبه، حبه نديرها سامبل وحبه نديرها بالقلب. تقدروا ديروا في النص دائرة ولا كاري ولا سداسي ولا نجمة، كل واحد كيف يحب. أنا خيرت هذا المول. بعد ما كملت طبعت الصابلي تاعي، جبت ان بلا درت فيه رشيته بالفارينة، تقدري بابي عفوا بابي بير. ومن بعد هزيت الصابلي تاعي هكا بالطوال سيري باش ما تعوجلكمش الحبة تاع الصابلي ما يديفورماش. حاولوا تهزوا بالعقل بيديكم، تبقى الحبة متماسكة وشادة روحها وما يروح لهاش الشكل تاعها. بعد ما رتبت كامل الحبات تاعي في البلا، شعلت الفور من التحت ماشي من الفوق 180 درجة وطيبتهم. انا الصابلي تاعي نحبه يطيب من الفوق، غير ياخذ تحميره خفيفه برك، بس من التحت حمرته بيان نحبه طايب. هنا بعد ما طيبت الصابلي تاعي شوفوا لي الشكل تاعو ما ديفورماش، بقى كيما راهو كيما طبعته. هنا هاد الكونتيتي خرجت لي 24 حبه، 250 غرام زبده خرجت لي 24 حبه. وهنا جبت المعجون ما ميهتو بحتى حاجه، خليته هكا كيما راه من لابواط تاعو. درت طبقه رقيقه برك ما نكثرش، ونحط الطبقه الفوقانيه وما تلظوش بزاف باسكو راهو هشيش. ونكمل كامل الحبات تاعي نعمرهم بالمعجون ونلصقهم. تعمروش بزاف باش ما تزلقش الحبه الفوقانيه على التحتانيه، جوست تلصق الحبه هذا مكان. بعد ما لصقت كامل الحبات تاعي كيما هكا، بعدوهم شويه على بعضاهم، وبعد جيبوا سكر غلاس ورشوهم. حاولوا ما ترشوش القلب في النص، بازيو على لي كوتي باش يتعمروا بسكر غلاس.
كيما هكا حبة مع الحبة، حتى كملت كامل الحبات تاع الصابلي بالسكر غلاس من الفوق. ومن بعد درت شوية معجون وكولورون أحمر، أنا خيرت الأحمر. أنا الكولورون تاعي جاي فيه لاغوم تاع الكرز. ومن بعد كاين تاع فراز، أنا درت تاع الكرز. ومن بعد جيت درت ثقبة صغيرة في لابوش تاعي، بوش جوطابل، ونقصها ونعمر غير القلب هذاك، ونحاول كي نجي نهز لابوش تاعي نقفلها بصبعي باش ما تطيحليش فوق السكر وما ديفورماليش الحبة. هنا كملت كامل الحبات تاعي وجدت الصابلي تاعي. نتمنى يعجبكم وتجربوه، مقادير جد سهلة وبسيطة وكامل يحبوه كبار وصغار. نتمنى تجربوه وتخليوا لي رايكم في الكومنتات، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ومع اليوم نقول لكم غير صحة عيدكم.